السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه زوزو شانيل. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخبيزات بالزرارع اللي كيجيو لذاذين بزاف، ساهلين ماهلين، كيجيو زوينين بزاف، ما كيحتاجوا لا دليك لا حتى شي حاجه، دغيا كيوجدوا وكيجيو كما كتشوفوا معايا في الصوره لذاذين بزاف. ومن بعد غادي نشارك معكم بطاطا بواحد الطريقه جديده كتجي لذيذه بزاف حتى هي وسهله مهله. تحضريها لوليداتك هكا للعشاء اولا للغدا، ترافقيها مع السلطات، كتجي زوينه بزاف. تبعوا معايا المراحل ديال التحضير، ما تنساوش لي لايك بالطبع الى عجبكم الوصفات اللي غادي نشارك معكم. اول حاجه خديت هنايا 3 ديال البطاطات. بالنسبه للبطاطا على حسب افراد العائله انا درت 3، وهانتوما غتشوفوا شحال غادي يخرجوا ليا. درت شويه ديال الملحه مع الماء، غادي نديرها تسلق مزيان يعني حتى تطيب ليا بطاطا مزيان. من بعد غادي ندوز باش نعجن الخبيزات ديالي. عندي هنايا الزرع كومبلي يعني غربلته بلا نخاله، والفرص الكميه ديال الزرع كتكون اكثر من الفرص، يعني الا درتو 2 زلافات ديال الزرع غديروا زلافه ديال الفرص وهكا. درت هنايا الملحه كما شفتوا، درنا السكر سنيده، معلقه ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. صافي. وغادي ندوز دابا ندير الزرارع. بالنسبه للزرارع اي حاجه عندكم تقدروا ديروها. انا هنايا درت معلقه ديال الزنجلان، معلقه ديال الزريعه كما كتشوفوا هكا. اي حاجه كما قلت لكم متوفره عندكم ديروها، كيجي هذا الخبز زوين بزاف وصحي ولذيذ. ودرت هنايا معلقه ديال النوافع، عندي زعما منقيين ومحمرين قبل. درت معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نبدا نعجن هذا الخبز ديالي. كما قلت لكم بالنسبه للزرارع اي زرارع عندكم ديروهم، واخا شي حاجه زعما انا ما درتهاش، انا هادو اللي توفروا ليا دابا درتهم. صافي كنجمعوا العجينه يعني ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، نغطيوها ونخليوها تخمر. هنا غادي ندوزو نحضروا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الاكله ديال البطاطا. هنايا خديت واحد البصله كما شفتوا قطعتها هكا مربعات صغيره، درت معاها الزيت النباتيه، شويه ديال الملحه، وغادي نشعل عليها البوطه باش تشحر مزيان حتى تدبل ويتغلق اللون ديالها. كنقصوا عليها البوطه مزيان، نديروا فيها شويه الملحه ونخليوها تقلى على خاطرها الملحه البنات باش ما كتحرقش. يعني هذه معلومه نبغي نقولها لكم، باش تبغوا ديروا البصله تشحر ديروا فيها شويه الملحه باش ما تحرق لكمش. صافي هنايا من بعد ما دبلت ليا البصله كما شفتوا ضفت ليها الكفته، عندي مكونجوليا. صافي ضفتها ليها. بالنسبه للعطريه انا الكفته راه عندي فيها العطريه، الا ما كانش عندكم فيها العطريه تقدروا ديروا العطريه ديالها. صافي هنايا البطاطا من بعد ما تسلقات ليا كما شفتوا شديتها هكا، معستها مزيان. غادي نضيف ليها شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، وشويه ديال الفلفل الحار، وشويه ديال التحميره. انا الفلفل الحار ديما اي اكله كندير فيها الحار، يعني كيعجبني الحار. وهنايا درت معلقه ديال الدقيق الفورس. غنخلط مزيان هذا الخليط هذا وندخلو للثلاجه يرتاح شويه. صافي هنايا من بعد ما خمرت ليا العجينه ديال الخبز كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها، غادي نهبطها شويه نخوي منها الفراغات، وغادي نبدا نشكلها هكا كرات. كندير الماء، ما كندير لا زيت لا حتى شي حاجه، يعني غير الماء. هنايا درت الزرارع اللي غادي نزوقوهم في الوجه ديالها، كنديروا الماء وكنغطسوه في هذاك الخليط اللي فيه الزرارع مخلطين. درت هنايا حتى الشوفان في الوجه ديالو، درت الشوفان، درت الزرارع، الزنجلان، النوافع ما درتهمش في الوجه، يعني هذا الشيء اللي درت. النوافع درتهم لداخل، كنديروه في الماء، كنفزقوا له داك الوجيه ديالو باش دوك الزرارع كيشدوا في الخبيزه ديالنا مزيان. صافي غادي نستمر على نفس العمليه، كنقرصها مزيان ديك الخبيزه القياس اللي بغيتو. انا درتهم هكا صغيورين كيجيو زويونين بزاف وما كيضيعش هكا الخبز، يعني كل واحد كياكل الخبيزه ديالو كيجيو لذاذين. وديك البنه ديال زيت الزيتون وديال دوك الزرارع كيعطيوهم واحد اللذه زوينه، وبالخصوص ان الخبيزات ديال الزرع. صافي هنايا خديت ديك البطاطا ديالي بديت كنشكلها كرات كما شفتوا القياس اللي بغيتو. غادي ناخذ واحد الكاس وكنبدا نخوي هكاك فراغات في الوسط. كنحاول نخوي ديك البطاطا من الوسط باش كتجينا على هذا الشكل هذا. كنبداو نقادو الجنيبات دائما بالاستعانه بالزيت باش ما يلصقلناش البطاطا في يدينا، والكاس كندهنوه حتى هو بالزيت باش ما كيلصقش. صافي وغادي نبدا ندير الحشوه ديال الكفته والبصله اللي طيبت قبل،
نديرهم في هذوك الفراغات مزيان. كتجي هاد الاكله لذيذه بزاف البنات وساهله ماهله كيما شفتوا، راه دغيا كتوجد، يعني ما كتاخذ ليناش الوقت بزاف وكتجي لذيذه. صافي هنايا من بعد ما عمرت دوك الفراغات بالحشوه ديال الكفته والبصله، غادي ناخذ هنايا الفرماج ونبدا نديرو هنايا في الفوق. صافي ندخلهم الفران كيكون سخن قبل. بالنسبه للخبيزات راني درتهم كيخمروا، غير يبانوا ليا خمروا شي شويه، غندخلهم الفرن يطيبوا من التحت ومن الفوق. انا عندي الفران ديال الضو كنشعلوه من الفوق ومن التحت، كيطيبوا في دقه واحده كاملين وكيجيو زويونين. دابا نشارك معكم كيفاش غادي يكون الشكل النهائي ديالهم. وهنايا هاد البطاطا هادي من بعد ما نخرج الخبز غادي ندخلها حتى هي طيب من التحت وعاود نشعل عليها من الفوق غير يتحمر الفرماج ونخرجوها بالصحه والراحه. كتجي لذيذه بزاف كما قلت لكم وسهله مهله وناجحه 100%. حضروها على حسابي وقولوا لي في التعاليق كيف جاتكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. ودابا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. انا صراحه سهيت عليها شويه باش شعلته من الفوق، تحمر ليا الفرماج بزاف، ولكن واخا هكاك جاو زويونين لذاذين بزاف. تقدروا تاكلوهم هكا، تقدموهم هكا مع شي سلطه وهكا، يعني وجبه كيجيو زويونين بزاف. الخبيزات ديالي من بعد ما خمروا دخلتهم الفران، طابوا من التحت ومن الفوق كما قلت لكم تحمروا صافي، وتقدروا تقدموهم بالصحه والراحه. كيجيو زوينين بزاف في الشكل وحتى في المذاق. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الوصفات اللي شاركت معكم اليوم، خفافين ظرافين وساهلين مهلين. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على الثقه ديالكم، على التعاليق الزوينه ديالكم. كنشكر اي واحد كيكتب ليا كياخذ من وقته كيكتب ليا كومونتير زوين كيفرحني. كنشكركم بزاف على الحب ديالكم، على الدعم ديالكم، على الثقه ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيطبقوا الوصفات ديالي وكيصيفطوا ليا في الخاص كيفاش جاتهم، كنشكركم بزاف. هادو هما الخبيزات ديالي، درت وحدين دايرين وحدين طويلين هكا، درتهم بحال ديال ساندويتش، جاو زوينين بزاف ساهلين مهلين كما شفتوا، محمرين زويونين في الوجه ديالهم وحتى في الداخل ديالهم كيجيو بنانين بزاف. البطاطا ديالنا حتى هي جات زوينه بزاف لذيذه كما قلت لكم. نشعلوا عليها الفران من التحت حتى تبان لينا طابت مزيان، نشعلوا عليها من الفوق غير يتحمر الفرماج ونخرجوها بالصحه والراحه. شكرا لكم بزاف. ما تنسونيش من اللايك الا كنتي اول مره كتشوف القناه، تشترك وفعل الجرس باش هكا دائما يوصلكم الجديد ديال القناه ديالي. شكرا لكم بزاف، الى اللقاء، الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.